هذا سي نبيل ولا شو اسمه، شفتك الموكب اللي داخل فيه كي ماد ماكس، هاك الكراهب وكل موتورات. فما حتى شخصيه تونسيه تنجم تحوس في تونس هكا ويلقى كل القبول، ويلقى يعني على تفاهته. هذا استقبلوا مدير ديوان الرئيس. وبين قوسين يا أستاذ مورو، أنا لم أشتم أحدا، ويلقى كل القبول، ويلقى يعني على تفاهته. هذا استقبلوا مدير ديوان الرئيس. وبين قوسين يا أستاذ مورو، أنا لم أشتم أحدا. وتوا يرجع التيار بعد ما تشحن بالبترودولار وبالتخلف وبالجهل اللي يعمل طبقات يعني فوق أمتنا. وبين قوسين يا أستاذ مورو، أنا لم أشتم أحدا. يصلي وراه وزير الشؤون الدينية، وهو عنده عقلية فيها كل هذا البؤس. هذايا معناها مفتي شو اسمه سبونج بوب. وبين قوسين يا أستاذ مورو، أنا لم أشتم أحدا. وهذايا مش انحراف برك، هذايا خطر، هذايا خطر دائم يهدد في بلادنا. وفما طريقة ما يدخلش لبلادنا السيد هذايا. يزينا من هالديفيليه نتاع الدعاة، شنو جابولنا؟ يا سيدي مرحبا بكل العلماء، وتونس أرض العلماء. ما يدخلش لبلادنا السيد هذايا. يزينا من هالديفيليه نتاع الدعاة، شنو جابولنا؟ يا سيدي مرحبا بكل العلماء، وتونس أرض العلماء. اي نعم، أنا نطالب بطرد هذا الشخص والكف عن قبول مثل هذه الآفات. هو حياني، أنا أيضا أحييه. هو تقريبا في جزء كبير من رده كان رد علي. أنا في الحقيقة لا أطرد الناس ولا أحب طرد الناس، بالعكس أنا أرحب كثيرا. إيه نعم، أنا نطالب بطرد هذا الشخص والكف عن قبول مثل هذه الآفات. مرة ثانية أرحب بالجميع وأشكر كل من عارضني قبل من أيد. أنا ما أتوقع أن الإنسان الليبرالي أو الإنسان المثقف أو الإنسان الذي يؤمن بالتعددية يلجأ لأول أسلوب الطرد. على الأقل اجعله آخر أسلوب، يعني أول على الأقل يعني اجعل بيني وبينك نقاش، حوار، رد الحجة بالحجة. آخر شيء تبي تطرد في النهاية اطلب الطلب والقرار يرجع للحكومة. أنا بودي أن الطرد ما يكون أول أسلوب لمن يعارض. اليوم إحنا في مجتمع مثقف، مجتمع حر، مجتمع فيه حوار. أنا أسمح لكل من يعارضني، لكن بأسلوب المعارضة المؤدب الخلوق، ما نصف الناس بالدجالين، بالتفاهات، بكلمات أنا ما ودي حتى أرددها لأنها صعبة حتى في تكرارها. المحبة اللي بيني وبينهم ترى ما هي بالمال، محبة في الله. قد لا يفهم هذه القضية الكثير من الناس، يتعجبون شلون يستقبلون هذا الاستقبال وكيف يحضرون الآلاف في المساجد وكيف. يا أخوان، هذا الحب في الله ما جمع بيني وبينهم مال ولا دينار ولا درهم ولا منصب ولا مصلحة أبدا. والله قد البعض لا يفهم هذه القضية، لكن قضية الحب في الله تتجاوز كل الجنسيات وغيرها. يا أخوان، أنا أرجو أيضا في الأخير أن تلتمسوننا العذر إذا كان كلامي غير مرحب عند البعض. ترى في البعض في تونس أيضا مرحب به. أنا جئت لمن يرحب بحديثي. بعض جمهوركم الكريم الآن متأكد أنه يسمعني بعض المحاضرات.